يبحث فريق برشلونة اليوم الأحد 2 مارس 2025 عن فوز ليعيده إلى الصدارة أمام فريق ريال سوسيداد. المباراة ستنطلق في حدود الساعة 3:15 بالتوقيت العالمي، 5:15 بتوقيت مصر، و6:15 بتوقيت مكة المكرمة. أمس فريق أتلتيكو مدريد حقق فوز هام. هذا الفوز منحه صدارة ترتيب الدوري الإسباني لا ليغا ب 56 نقطة، فيما برشلونة قبل هذه المواجهة في المركز الثاني ب 54 نقطة، بينما ريال مدريد في المركز الثالث ب 54 نقطة بفارق الأهداف عن فريق برشلونة. فريق ريال مدريد تلقى خسارة قاسية أمام ريال بيتيس ب2 لواحد. فريق ريال مدريد كان هو السباق للتسجيل عن طريق المغربي إبراهيم عبد القادر دياز، لكن ريال بيتيس عاد في المباراة وحقق ريمونتادا، وبالتالي حرم فريق ريال مدريد من تصدر لا ليغا على الأقل في 24 ساعة. إذن فريق برشلونة منذ بداية 2025 لم يتلقى أي خسارة، بل أكثر من ذلك، حقق في 14 مباراة حقق 11 فوزا و3 تعادلات في جميع المسابقات. هنا نتحدث عن مسابقة عصبة أبطال أوروبا وكذلك الكأس ولا ليغا الإسبانية. يعني فريق برشلونة يضرب بقوة منذ بداية 2025. ستكون مباراة مشتعلة بين فريق برشلونة وفريق ريال سوسيداد اليوم الأحد. برشلونة يجب عليه تحقيق الفوز إن أراد مواصلة قيادة ترتيب الدوري الإسباني. هذا ما قاله فيليك مدرب فريق برشلونة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريق ريال سوسيداد. ريال سوسيداد فريق ممتاز يدافع بشكل جيد، لكن أيضا يمتلكون لاعبين ممتازين في لعب الكرة، ويجب أن نكون جاهزين. سنغير بعض الأمور، كما أقول دائما نحن بحاجة للاعبين الجاهزين بشكل أفضل. سنقوم بتغييرات كثيرة، ولكنني لن أتحدث عنها بالتفاصيل.